السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا صباح الفل عليكم، يا صباح النور، يا أحلى متابعين في الدنيا. جمعة مباركة عليكم، ربنا يا رب يجعلها مباركة، جمعة مباركة علينا وعلى أمة محمد وعلى الناس كلها، اللهم آمين. بقدم خالص العزاء لإخواتنا في سوريا وفي تركيا، ربنا يا رب يصبرهم ويلهمهم الصبر والسلوان على بلواهم، اللهم آمين. ربنا يعوض عليهم في أولادهم وأهاليهم وفي أموالهم وفي كل شيء خسروه في الزلزال يا رب، اللهم آمين. فصراحة احنا مش عارفين يعني نعمل لهم ايه. فأبسط الأمور إن احنا ندعي لهم، ربنا يا رب يصبرهم ويلهمهم الصبر والسلوان يا رب العالمين، ويعوض عليهم يا رب. النهارده انا قلت اعمل معاكم فيديو بسيط كده، فيديو ده المش الفلاح يا جماعه. كان عندي المش ده جديد اهو، ده المش جديد تمام. فانا كنت عاوزه اخليه قديم شويه، اعمل ايه؟ جبت المرته دي، تعالي كده يا منى، دي مرته فلاحي اهي. هي للمش يعني، هي غامقه شويه للمش او حادقه شويه للمش. فانا دلوقتي هعملها معاكم لان انا عاوزه المش ده، عاوزاه يكون مش قديم زي اللي احنا بنشوفه ما شاء الله، ويكون طعمه حلو ومكونات كلها صحيه ومفيده وحاجه تكون نظيفه كده يا جماعه. ده المش الفلاحي على اصول بقى، مش حاجه تانية يعني. ما شاء الله معمول كله لبن وجبنه وخير وحاجات من دي زي ما انتم شايفين، اللهم بارك. واللي بيخلي المش فعلا حقيقي بخليه قديم وريحته حلوه وشكله حلو وطعمه كمان جميل، المرته دي، المرته الفلاحي يا جماعه، دي المرته اهي. فانا سيحتها دلوقتي على النار زي ما انتم شايفين كده، هحمرها معاكم وهمشي معاكم خطوه خطوه اقول لكم هنعمل فيها ايه باذن الله. متنسوش تصلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراط المستقيم، وعلى آله حق قدره ده العظيم. جمعة مباركة عليكم، وربنا يجعلها جمعة خير وسعد وفرج على الناس كلها يا رب، اللهم آمين. ويجعلها جمعة العوض على الناس كلها يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين، قولوا آمين. متنسوش يا جماعة من أول مرة يشوف قناتي يا ريت يشترك في القناة، يشرفني باشتراكه في القناة، ومتنسوش تفعلوا الجرس علشان إن شاء الله يوصلكوا إشعار بكل جديد بأمر الله. وما تنسوش اللايك يا جماعه، اللايك والله مش بيخسر حد حاجه، بل بالعكس بيرفع من مستوى الفيديو. وبيخلي كل الناس تشوفه، يعني بيخلي ممكن يوصل اكبر عدد الناس تشوفه. فيا ريت ما تبخلوش عليا باللايك. فطبعا انتوا يعني الناس اللي ممكن يكونوا متابعين في قناتي وعارفينها اكيد ممكن يكونوا يشوفوا محتوايا. انا اسمي امال الفي، ودي محتوايا روتين بيتي او روتين منزلي وطبخ زي ما انتم شايفين كده. فيا رب يجعلني دايما على حسن ظنكم، ويجعل كل الاشياء اللي انا بعملها تفيدكم او تعجبكم باذن الله. في حاجات كتير عندي على القناه وفي المحتوى بتاعي انا قدمتها. طبعا الناس اللي دخلوا عند القناه عارفين محتواها، وفي حاجات كتير على فكره انا قدمتها على اليوتيوب ما كانش حد قدمها، وكانت مفيده جدا، يعني كانت مفيده من اول الحاجات اللي انا قدمتها من قبل كده، كان في حاجات جدا جدا فعلا مفيده. فيا رب دايما يجعلني ان انا اعمل الشيء كويس اللي اقدمه يعجبكم وينور ضاكم باذن الله. طبعا انتوا عارفين قناتي يوميات امل ولوجي، فطبعا قلت اعمل معاكم النهارده الفيديو البسيط ده باذن الله. هيكون على فكره هيفيدكم جميعا، يعني هيفيدكم كلكم يعني، او هيفيد الناس. ممكن يكون في ناس قبل كده قدموا غيري، بس كل واحد له طريقته وكل واحد له تقديمه. انا زي ما قلت لكم ان انا عندي المش لكن جديد مش قديم، فانا عاوزه اخليه قديم. الاساسي فيه الاساس المرته، شايفين دي المرته زي ما انتم شايفين كده، احنا بنحمرها على النار زي ما انتم شايفين. وهمشي معاكم برضو خطوه بخطوه فيها ان شاء الله، ومش هنروح من بعض في اي حته. ما تنسوش يا جماعه فعلا اللايك، ويا ريت فعلا كل اللي ما دخلش قبل كده في قناتي يشرفني باشتراكه في القناه. انا كنت هنا عامله نار علشان نحط فيها بخور يعني باذن الله. النهارده الجمعه زي ما انتوا عارفين. لحظه كده يا منى. طبعا البخور ده من اطيب الاشياء ومن احب الاشياء، بالذات خصوصا في يوم الجمعه. البخور ده من احب ومن اطيب الاشياء يعني، ومش حاجه وحشه لا سمح الله، لا ده حاجه كويسه قوي. ده طبعا زي ما انتوا عارفين ورق نبق او ورق سدر، وده قسط هندي.
طبعا البخور ده كله مر عليه الفاتحة والمعوذات وآية الكرسي يا جماعة. هو من أطيب البخور على فكرة القسط الهندي، والفحم والبخور الفحمي. القسط الهندي طبعا انتوا عارفينه كلنا عارفينه، والحرمل، بس صراحة أنا ما عنديش حرمل دلوقتي يعني اللي موجود عندي ده بخور الفحم. بسم الله اهو، ده بخور الفحم شايفينه، ده بخور الفحم ريحته طيبة كده جدا ما شاء الله، ريحته طيبة وحلوة تمام. وده يا جماعة القسط الهندي، ده القسط الهندي. هو ما شاء الله ريحته في البخور جميلة زي ما قلت لكم، بيطيب المكان. والنهارده يوم الجمعة يوم مبارك، فهو صح يعني ان احنا الفاتحة والمعوذات عشان تبخر البيت او المنزل بتاعك مثلا، بتقرا الفاتحة والمعوذات وآية الكرسي واول البقرة واوسطها وخواتمها، ده اللي احنا بنرقي بيه، واحنا عارفين كلنا بنبخر بيتنا بيه ازاي. فهنبخر بقى ونرجع لكم تاني. شايفين بقى، بصوا على منظر شكلها، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين شكل المرتة، شايفين لونها وصل ازاي. يعني انا بحمر فيها كل شويه كل شويه، اقلب بحس ان انا عاوز احمرها خالص تحمر معايا قوي، عشان خاطر تخلي طعم المش حلو ولونه قديم حلو. شايفين لونها غمقت احمرت خلاص، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يا رب يكون لونها واضح لكم، واكيد واضح يعني. بسم الله ما شاء الله. شايفين اهي كل شويه تقلبي فيها كل شويه تقلبي فيها علشان خاطر توصلي للون اللي انت عاوزاه. نعم يا حبيبتي نعم. شويه يولوجي بس اخلص تصوير وبعدين اقول بس يا يولوجي انا بصور يا حبيبه قلبي. يلا متنسوش النهارده يا جماعه ندعي كلنا دعوه حلوه من قلوبنا كده لاهل سوريا اللي اتفقدوا، واللي ربنا يا رب يصبر قلوبهم، اللي فقدوا اهاليهم واولادهم في الزلزال اللي حصل. وتركيا يا رب ربنا يصبرهم ويصبر كل مجروح على بلواه يا رب العالمين، ويرحمنا ويرحم اموات المسلمين، وارحم امواتنا جميعا واموات الناس كلها يا رب، وصبر كل واحد على بلوته يا رب العالمين. ادعوا لهم يا جماعه بالله عليكم، الدعوه امانه. ادعوا لهم كل اللي اتفرج على الفيديو يا ريت تدعوا لهم من قلوبكم، ربنا يعوض عليهم ويصبرهم على كل المفقودين اللي فقدوهم من اهاليهم يا رب. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر ذنوبنا وذنوب المسلمين، واقضي حوائجنا وحوائج السائلين يا رب العالمين. ربنا يقضي حوائجنا وحوائج السائلين يا رب العالمين، اللهم امين يا رب العالمين. احنا في ايام صعبه والله العظيم، اقسم بالله احنا في ايام صعبه جدا جدا يعني. دخل علينا رمضان وشوفوا سبحان الله كل اللي بيحصل ده. المفروض يا جماعه الناس تتعظ يعني، الناس تخلي في قلبها رحمه لبعضها. الناس لو رحمت بعضها والله صدقوني مش هيبقى في حاجه وحشه في الدنيا ان شاء الله يعني. لو الناس بس فكرت انها ترحم بعضها بس كده مش هيبقى في اي حاجه وحشه في الدنيا. لو الناس فكرت انها ما تاذيش حد حتى لو بكلمه يعني مش هيبقى في اي حاجه وحشه في الدنيا ان شاء الله. بس للاسف الناس ما بتطلعش غير بعد فوات الاوان. وبعدين لا تظلم حتى لا تظلم، لا تظلم حتى لا تظلم. يعني دايما ما تبقوش دايما نمامين في حق الناس، ما تبقوش وحشين في حق الناس، ما تبقوش دايما تتوقعوا الخير للناس يعني الشر للناس. يعني الشر ده اللي يخليكي تتوقعي الشر للناس توقعي لهم الخير. والله صدقني الملائكه هترد وتقولك ولكن مثله، يعني الخير اللي انت هتطلبيه للناس ربنا هيلق عليه احسن كمان. سبحان الله. يا رب تقولي يا رب افرجها عليا وعلى الناس كلها، يا رب ربنا هيفرجها عليك وعلى الناس كلها فعلا. مش هيفرجها عليك يعني، ربنا هيجبر خاطرك، يمكن ربنا يستجيب دعوتك علشان خاطر انت دعيتي للناس برضو معاك. يعني احنا في ايام فعلا ما علينا كمان من الغلاء، ما علينا من الغلاء احنا اللي غلينا على بعض. والوباء ربنا ابتلانا بيه، وكل اللي احنا فيه الحمد لله الحمد لله. ولا نقول اللي لا يرضي ربنا طبعا، احنا ما نقولش الا اللي يرضي ربنا الحمد لله. احنا مالناش والله احنا بصراحه مالناش في نفسنا شيء، بس حقيقي اللي بيرحم الناس ربنا بيرحمه، واللي بيتمنى الخير للناس ربنا بيقدمه له. فاحنا المفروض نكون رحمين ببعض، يعني كرماء في حق بعض. كرماء ازاي؟ يعني متعاطفين في حق بعض يا جماعه، المفروض هو كده يعني. المفروض نكون متعاطفين في حق بعض، مسامحين، سامحوا بعض، سامحوا يعني سامحوا. السماح صفه من صفات الرحمن يعني. انا بصراحه مش عارفه اقول لكم، اكيد انتوا فاهمين الكلام ده كله، بس المشكله ان في ناس بتفهمه متاخر، وفي ناس عارفاه وبتكبر دماغها عنه. احنا يعني يعتبر دلوقتي احنا وصلنا
ان احنا عدنا في غابه. والله العظيم احنا يعتبر دلوقتي وصلنا ان احنا عدنا في غابه. ادخلي نعملنا كده فرجيهم. محدش بقى بيرحم حد يا جماعه. شوفوا سبحان الله، كيلو اللحمه بقى كان ب70 وب80، النهارده كيلو اللحمه وصل 260 جنيه. يعني اللي هيجيب كيلو لحمه ب250 جنيه في رمضان مين؟ هروح اجيب لي 2 كيلو لحمه في رمضان ب500 جنيه؟ امال هجيب منين بقيت خضاري وبقيت حاجتي واكل وشرب وعصير والكلام ده كله في رمضان؟ يعني منين؟ شهر هجيب مثلا 2 كيلو بس لحمه ب500 جنيه. طب وبقيه الشهر هاكل ايه؟ كيلو الفراخ النهارده انا جايبه النهارده فرخه اهي، الكيلو فيها ب85 جنيه. يعني في رمضان هيوصل كام؟ يعدي ال100 جنيه. مين اللي هتجيب فرخه ب300 جنيه في رمضان يا جماعه؟ مين؟ احنا عايزين ميزانيه خاصه بقى المفروض يعني. القادر يجيب، طب واللي مش قادر هيعمل ايه؟ يعني انا واحده مش قادره اجيب مثلا هعمل ايه؟ فيعني يا ريت نرحم بعض يعني. والله العظيم احنا اللي فينا ده مش من الفراغ، اللي فينا والله مش من الفراغ. يعني احنا ظالمين نفسنا بنفسنا يعني. في حد كان قال كده قدامي ان احنا ممكن ايه يا جماعه، احنا ممكن نلم من بعضنا كده مثلا ونجيب عجل ونذبحه، هيقف ممكن الكيلو عليك ب120 جنيه. يوم ما هيزيد كله بذبحه بحاله محترف عليك الكيلو ب150 170 جنيه. اه ارحم سبحان الله مما تجيبيه ب260 جنيه. نشوف حتى لما تدفع حتى من حق الكيلو اللحمه ب170 جنيه ماشي، ارحم لك اما تجيبيه 250 260 جنيه. بس مين اللي هيعمل كده؟ فين؟ يعني انا دلوقتي مش قادره ان انا اوفر حتى 1000 جنيه علشان مثلا اجيب بيهم 5 6 كيلو لحمه. مش قادره اوفرها. تمام. فمنين هجيب؟ فالناس ما بترحمش بعضها يا جماعه. هل الجزار دون يعني ربنا موسع عليه؟ هل ان هو مش كسبان في الذبيحه اللي بتذبحها؟ والله العظيم بيبقى كسبان وربنا راضي وجابر خاطره كمان. طب ما بترحمش الناس ليه؟ هتقولي العلف غالي، طيب ماشي، وفين اللي بيعملوا العلف؟ وفين الكلام ده كله؟ وفين الناس المسؤوله عن الكلام ده كله يا جماعه؟ اتقوا الله اتقوا الله في بعض. احنا عدنا في ايام صعبه والله. يمكن انا لو كلت فرخه النهارده في الاسبوع مره، يمكن تاني اسبوع ما اقدرش اجيبها. يعني انا مثلا عندي ولاد في المدارس واحنا في ايام صعبه حقيقي. غيرنا يجيب منين ايه؟ فاحنا في ايام صعبه يا جماعه. ربنا يرحم. يا ويلنا ان ما رحمنا نفسنا وان ما رحمنا بعضنا، ما رحمناش بعضنا يا ويلنا. ربنا مش هيرحمنا. ربنا يرحمنا من اللي احنا فيه وصبرنا على اللي احنا فيه حقيقي. والله احنا في كارثه. قله القرش وقله الفلوس وقله الشغل وغلاء الاسعار ده، احنا في كارثه. ربنا يلطف بينا يا رب. ربنا يلطف بينا وبالناس كلها، اللهم امين يا رب العالمين. وصراحه يعني انا يعني عاوزه اقول كل سنه وانتم طيبين، بس مش قادره يعني اقول ايه. نقول فعلا اللي يرضي ربنا. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. ونرجع للفيديو بتاعنا. شايفين المرته بسم الله ما شاء الله احمرت وشكلها عامل ازاي؟ يا رب يكون شكلها واضح لكم. انا كده حمرت المرته قوي بسم الله ما شاء الله تبارك الله، لونها احمر قوي. طيب انا لسه هديها برضو خطوه حلوه قوي جميله هتخليها لي احلى من كده كمان. اللهم بارك. ثانيه واحده كده. عسل اسمر. تعالي كده يا منى. ده عسل اسمر بسم الله الرحمن الرحيم. احط نص كوبايه عسل بس، لا اكتر ولا اقل. اهو شايفين؟ ده نص كوبايه عسل اسمر يا جماعه. انا مش هكتر عن كده يعني، لا تكتري فيه قوي ولا تقللي منه خالص يعني. العسل الاسمر برضو بيديله طعم حلو. هو مش بيخليه مسكر ولا حاجه يا جماعه، لان المرته بتاعتي حادقه جدا. يعني مرته المش بتبقى حادقه شويه، والمش طبيعي بتظبط الحدق بتاعه والملح بتاعه. فالعسل الاسمر ده مش بيحوق فيه خالص يعني، مش بيديله سكريه ولا حاجه. حتى عشان انا حطيت نص كوبايه على كيلو مرته، مش باين ان هو اصلا فيه اي سكريات خالص. تمام. بس ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتم شايفين لون المرته. شايفين؟ انا هقلب طبعا دلوقتي المش قدامكم في المرته، وهو هتشوفوا دلوقتي هنوصل ازاي. شايفين السمنه؟ شايفين السمنه على وش المرته ازاي؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شايفين السمنه عامله ازاي؟ شايفينها رايحه جايه على وش المرته اهي. اللهم بارك. شايفين المرته بقى لونها عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بقت جميله جدا جدا، وريحتها اللهم بارك بقت حلوه قوي قوي يعني. انا ما بحبش المش السايب قوي يا جماعه ولا حاجه. انا بحب المش يكون حلو كده ماسك نفسه، بحيث لما تيجي تاكلي منه ما شاء الله اللهم بارك ما يكونش ميه كده يعني. شايفين المرته؟ اللهم بارك. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. حاجه كده اللهم بارك زي العسل.
هسيبها تهدى شويه وارجع بقى احطها على المش. المش بتاعي اهو. قبل شوف بصي كده يا منى هندخل عليه قبل ما تحط المرت عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اهي المرته بتاعتي اهي بالعسل الاسمر، محطلش اي حاجه تانية. في ناس بتحط لبن لو عاوزين، او المش بتاعك محتاجه اللبن. انا مش انا عندي اللبن اهو لسه ما غليتوش، كنت جايباه من عند عمي وكان متلج كده في الفريزر، فانا مش محتاجه ان انا احطه. يعني ان المش بتاعي ما شاء الله تبارك الله مش محتاج مش محتاج لبن. انا كل اللي محتاجه احطه فيه بس هو المرته علشان تغمق لونه شويه وتديله طعمه حلو وتخليه قديم. يعني تخليه قديم. المرته بتظبط المش يا جماعه والله، لا لون صناعي بقى ولا حاجه كده، حاجه اللهم بارك، حاجه طبيعي 100%، ولا لون بقى ولا اي حاجه. العسل طبيعي. شايفين دي جبنه اهي، دي جبنه قديمه اللهم بارك. شايفينها كانت في المش اصلا، يعني كانت في المش، كنت انا شارياها بصراحه من عند حبايبي اللي انتوا عارفينهم طبعا، ربنا يبارك فيهم. ده كده اللي بيها دي. بسم الله. الله ده بس جميل. وقته فيه والله جميل. حاضر كل يا منه ده ايه؟ كل البنامل. شكرا. شايفين المش بسم الله ما شاء الله تبارك الله، تمام جميل. جميله جدا يا حبيبتي. تسلم ايديك، تسلم ايديك يا لوج. والله كل يوم هيجيب لك منها. تسلمي يا حبيبه قلبي. شايفين المش بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على محمد. شكله جميل جدا وريحته احلى منه، ما هوش محتاج فعلا ان انا احط له لبن خالص يا جماعه. على فكره هو تقيل في ايدي عشان في قلبه جبنه وفلفل وخيار. على فكرة من الدفعة هو تقيل علشان خاطر بصوا في قلبه بقى قشر سفندي اهو بصوا. في قلبه جبنه اهي، شايفين اهو. في قلبه جزر، في قلبه خيار، في قلبه حاجات من ده عشان كده هو تقيل فيه. في قلبه فلفل. اللهم بارك. شايفينه عامل ازاي؟ ربنا يجعله بألف هنا وشفا للي يشوف وألف هنا وشفا للي ياكل. وما تنسوش تحطوا اللايك يا جماعه. دلوقتي انا هحط بقى، هرجع احط المش بتاعي في البرطمان، ولو اتبقى حاجه منه زياده بحطها عندي في حاجه تانية اضافيه بره في ناكل منها، ولا حين ما نخلص نبقى نجيب من البرطمان اللي معايا. ارجع يوقع الناحية التانية. خلاص كده المش بتاعنا خلص وما عادش محتاج اي حاجه تانية بقى. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. كده بقى ممكن تاكلي منه، اجهز دلوقتي تاكلي منه، او عاوزه تركنيه شويه ما فيش منه اي مشكله. هو اصلا كان مش جديد، بقاله فتره، يعني بقاله يجي 3 شهور تقريبا، بس برضه كان لسه جديد. كان عندي بقى حته جبنه بحذفها في قلبه، شويه لبن في قلبه، اي حاجه في قلبه. لحظه يا منى. تعالوا بقى شوفوا لون المش بعد ما خلص. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شايفين لونه؟ بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا للي يشوف وألف هنا وشفا للي ياكل. ملحه مظبوط 100%. بسم الله ما شاء الله، مش محتاج ولا كلمه. نسيت اقول لكم ان انا في اول المش لما كنت بعمله حطيت فيه قشر سفندي، ضربته في الخلاط مع لبن وفلفل احمر، فلفل احمر وملح وقشر سفندي، ما شاء الله ضربتهم في الخلاط مع بعض. ده اللي بيعطيله ريحه حلوه ولون حلو، بيعطيله ريحه حلوه ولون حلو. سواء انت عايز تحط بقى الفلفل بتاعك حر شطه يعني او مش حر زي ما انت عاوز. المش بتاعي حرارته معقوله جدا جدا، لا حر قوي ولا بارد قوي، ما شاء الله هو كده مظبوط 100%. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، وكله خير ما شاء الله، مش ناشف ولا حاجه. بألف هنا وشفا للي يشوف وألف هنا وشفا للي ياكل. وما تنسوش يا جماعه اللايك، ما تنسوش اللايك، لان الفيديو فعلا يستحق ان ياخد لايك عليه. اشوفكم في فيديو جديد ومع الف سلامه.